دي حاجات تطلع والله العظيم، دي حاجات تطلع، ليه يا اسطى؟ دي حاجات تطلع، انا بالنسبه لي حاجات عايزه تطلع والله. ما انا عايز الم فولو. وانت هتلم فولور وهتلم ناس عايزين يخطبوك بالله عليك مش بشحت فولو. يا اسطى. احنا اللي مش فاهمين في الكوره، اه بنعمل محتوى جديد بس بنتكلم فيه عن الكوره، محدش عملها قبل كده. ايوه فاهم، محدش فعلا خالص، فانت مفيش حد اتكلم في كوره خالص. في اعدهم لك. افتح يوتيوب، تيك لا توك، لا لا لا، افتح احنا اي حاجه. احنا يعني اخبار احنا سريعه، اخبار سريعه كده كل حاجه. ومن ضمنهم بصراحه الخناقه اللي حاصله دلوقتي، يعني من ضمنها بقى كل اللعيبه. هنبدا من الاول بصفقات الاهلي. الاهلي بصراحه عامل صفقات حلوه. كارثه. انا واحد من الناس الاسبوع اللي فات ما كنتش طايق الاهلي بصراحه، ايه ده؟ واحنا عمالين بنفضي. كهربا مشي، بيرسيتاو مشي، طبعا الاول كان ديانج وعبد القادر، الرجاله دي كلها يا مشيت. نهار ابيض. ولكن انا دلوقتي بصراحه استكفيت، يعني مش استكفيت، انا اطمنت شويه. لا كارثه، دخل مره واحده كده، ده بهدل الدنيا. لا لا، هو دخل في الميركاتو بقوه بصراحه يعني. بصراحه قول لنا ايه بقى، ايه الاقوى الصفقات بقى دلوقتي؟ يعني قول لي بقى في الاهلي، نبدا بالاهلي كده سريعا بسرعه. يعني هنبدا ماشي تمام، هندخل بقى نقول لك كل حاجه عن الاهلي والصفقات بتاعته، وايه الحاجات اللي لسه هتيجي، والاوريدي المعلن ايه عنه بقى؟ واللي مش معلن عنه. اه تمام. خش. عشان كده بقى. سريع بقى يلا، في اللي منه خش على طول، كل ده مطلوب. واحد اتنين. نبدأ مع صفقات الاهلي. في البدايه خالص لقينا مره واحده مصطفى العيش. ايه ده؟ مين يا جدعان؟ مين العيش ده؟ كانوا بيقولوا ما بين العيش ومحمد اسماعيل، الاثنين اللي هما بيلعبوا في زد. كان كولر عايز واحد منهم، فالاهلي جاب مصطفى العيش. حلو. لقينا انا شايفه بعدها. لعيب حلو، انا شايف ان مصطفى العيش لعيب حلو بصراحه. لا وانت محتاج ناس في الدفاع كتير. طب حلو. مساك، وكمان بيلعب رجله شمال، يعني بحيث ان هو بيلعب دفاع مساك، وفي نفس الوقت ممكن تلعبه باك. يمكن باك ليفت لو اتزنقت. حلو. مين تاني؟ جينا دخلنا على طول لقينا جراديا شار. الواد المهاجم ده انا ما كنتش بصراحه يعني حاسه انه عيل ملوش لازمه الصراحه، يعني انا بالظبط. بالنسبه لي حاسه كده لسه صغير، واسم مش معروف. مش قوي. بس لما شفت انه في هجمه شويه ممكن يجي منه، بس طبعا مش هنحكم عليه من الماتش. يعني خلينا متفقين كده. دي التانيه. مين تاني؟ جه بعد جراديا شار لقينا مره واحده بيعلنوا برضو عن احمد رضا. احمد رضا بتاع لا ده في مفاجاه بقى. احمد رضا ده اساسا كان من ناشئين الزمالك. اصلا من الزمالك سابه ومشي فري. وبعد كده فضل مكمل، هو شايل بتروجيت. السنه دي بتروجيت يعتبر في منتصف الجدول، مركز 10 11. احمد رضا هو اللي شايل الفرقه كلها. حلو. هو بيلعب 6 و8. فالاهلي طبعا عشان مروان عطيه بيتصاب كتير ومفيش حد مكانه، وخلاص الحمد لا لله. هو مروان عطية مش بيصاب، مروان عطية ما بيطلعش من الملعب، لازم يتصاب كتير يعني. هو احنا عايزين واحد مكوك؟ لا عنده حق يعني. ماشي. واكرم مشي خلاص، فجبنا بقى واحد قوي وفي نفس الوقت. هو كده اكرم فعلا خلاص؟ لا خلاص بقى راح الشمال. لا والله. هو راح فين؟ راح الشمال. ايه الشمال؟ عشان هو شمال. لا يعني هو راح فرقه الشمال القطري. لا والله لا يا عم، اكرم احنا بنحبه برضه، بس يعني اللي يحب الاهلي يحبه، احنا مع الاهلي. اللي يحب الاهلي، انما هو بالنسبه له شايف ان 20 مليون ما يعملوش حاجه في الصراحه يعني. فعلا ما تعملش حاجه. انت عايز 20 مليون تعمل بيهم ايه دلوقتي؟ انا عارف. تخش تجيب حاجه ب 20 مليون دلوقتي؟ انا عارف. هتجيب ايه مثلا؟ انا وانت لسه امبارح متخانقين على 20 جنيه. المهم اللي بعده كام؟ ده مثلا في ايه؟ جينا اتكلمنا على كده رضا. تمام. جينا بعدها لقينا مره واحده بيكلموا يا جماعه ده في ممكن يكون في صفقه بومينج مش عارفينها مين بالظبط، وقعدوا يقولوا اسماء عشان نبدا نروح احنا الاتجاه ده. مره واحده لقينا بالليل الساعه 10 ايه ده؟ تريزيجيه. محمود تريزيجيه بصراحه الصفقه دي عجبتني قوي بصراحه. لا وكان الاول بيتقال ان تريزيجيه هيجي بس عشان كاس العالم. لا الاهلي اعلن ان هو 5 سنين تقريبا. بالظبط 5 هيبدا سنين معانا من كاس العالم. طب ما ده حلو، يعني. ده سكواد محترم. انا كده انا انبسطت يعني. وبعدين تريزيجيه غير انه هو صفقه مصري، مش هيكلفك حد من بره، اللي هو مكان من الحاجات اللي بره، فده حلو ده. ويعامل معامله ان هو لعيب اوروبي، ويعتبر من اقوى الاجنحه اللي في مصر، فده يعني انت تريزيجيه مكسب. طب حلو. ايه مين بقى تاني؟ الخناقه اللي دايره بقى. والله الخناقه بن شرقي جاي عشان نخلص يعني. بالظبط كده. لا في بقى بن شرقي ده اصلا لسه يا اما هو ولا هيجيبوا اسم تاني. حتى بن شرقي لما جه يقولوا اسمه اصلا عشان خاطر يداروا على صفقه تريزيجيه. طب ماشي. طب ده بن شرقي طب الواد الغريب ده اللي اسمه كوتيسا ده فعلا جاي ولا؟
هو بيفضل بقى ما بين كوتيسا ولا بن شرقي، لان في هنا عامل إيه، هو ممكن يجيب الاثنين، كولر عايز يجيب الاثنين، عايز يجيب لا بن بس شرقي انت وكوتيسا. كده هتبقى عندك غباوه، يعني انت تريزيجيه مش هيقعد، وكوتيسا ده اكيد مش هتجيبه تقعده، واكيد بن شرقي مش هيقعد، واكيد الشحات مش عايز يقعد. وطبعا ابو طاهر وصل فورمه في الاخر، فانت بقى ايه بقى هنلاعب بالظبط مين بالظبط. لا وبعدين انت عندك اثنين مهاجمين ممكن يلعب بيهم الاثنين مع بعض. مثلا؟ فهو بقى دلوقتي في نقطة إن هو الإدارة نفسها بتفضل ما بين إن إحنا نجيب واحد بس من شرقي أو كوتيسا، وإن مين بقى نعمله بقى نجدده معلول. بصراحه معلول لازم يتجدد له يا جماعه، ان شاء الله نجدد له سنه ونشيله في الملعب بجد. لكن كولر، معلول يا جدعان فيه. كولر عايز يمشي، مش عايز معلول علشان وجهة نظره إن أنا عندي واحد أجنبي كده كده مكانه يحيى عطية الله. فلا أنا أحتاج الاتنين يبقى وينجات أفضل من إن أنا يبقى عندي اتنين أجانب في مركز واحد اللي هو الباك. طب دي وجهة حلو. نظر برضه. طب دول في الاهلي، في حد تاني جاي في الاهلي؟ اعتقد خلاص. لسه لا ده كمان بيتكلم ان ممكن يزود يدعم كمان واحد في خط الدفاع مين؟ محلي. لسه الاسماء مش معلنه، يعني لسه بيحاولوا ان هم يعني طب خلاص يعني لغايه ما يعلنوا يعني. طيب احنا كده عندنا كده الاهلي خلص، في بقى حاجه في الزمالك ولا احنا ما عندناش؟ ما احنا دلوقتي برضو الزمالك لقينا بقى داخلين. احنا عمالين نجيب تريزيجيه وعمالين مش عارف نجيب ايه، هم مش عارفين يجددوا البنتاج. وزيزو ممكن نقول له مبروك عندنا. لا ما زيزو كده كده خلاص، يعني زيزو خلاص بقى في الاهلي، بس للاسف مش هيبدا معانا الموسم ده، يعني ممكن يجي معانا هو الموسم بس اللي دي جاي. سكته قلبيه الناس اه بتوع الزمالك، بس يعني ما اه اعتقدش انها حاجه صعبه، حاجه سهله قصدي. لا هو بالنسبه له بس يروح فرقه تانية وبعد كده يوم ايه يجي الاهلي علشان الجماهير ما تزعلش، وهو كده كده برضه الجماهير هتزعل يعني. خلاص هو الجديد كده كده يعني. الناس هتزعل منه. آه. طب ده كده زيزو بنتايج، في حد تاني؟ هم اصلا لغايه دلوقتي فاضل يومين والصفقات تقفل، المفروض الزمالك يجيب صفقات. ده في مصيبه ان هو الزمالك ما كمان عندهمش اعتقد مش القيد تقريبا، او في مشكله في الفاينانس عندهم. لا وغير كده هم لو ما جابوش حد خلاص هيلعبوا افريقيا باللعيبه دي بس، بعد كده هتأيد حد هيبقى محلي. اوكي. لا الزمالك في حاجه غريبه برضه انا قريتها، لقيت لك عمرو اديب امبارح طالع النغمه العاديه اللي هو بيطلع يعملها، بيتكلم يقول لك ايه، طب ما تدوا الدوري الاهلي، يعني معلش الاداء اللي انت شفته في ماتش فاركو ده والماتش بتاع امبارح، ان امام، انا بحب امام بس يحط لي كوره في العارضه واحنا نتعادل من الماتش، انت كده برضه الحكم معانا يعني او التحكيم والعارضه. طب معلش، طب احنا الاهلي عمال بيتعادل، هو عمال ماشي بتاع 4 5 ماتشات بنتعادل، هتكسب انت بالظبط كده يعني معلش يعني. انا كل الزملكاويه مع احترامي ليهم بس ما تكسب انت. وغيره انتوا ليه حاشرين ان الاهلي لازم يخسر ويكسبكم، يعني انا اخسر بس انت تكسب يعني. ولو خدنا افريقيا لمده 3 4 سنين ورا بعض عشان افريقيا ضعيفه طب عشان الاهلي قوي. لا انا مش شايف ده صح الصراحه. بيراميدز، انت قلت لي في حاجه على بيراميدز، عملوا حاجه عشان خاطر الماتش بتاعنا ده، انت قلت هو لي. بس عشان يعني احنا كنا هنكسبهم وكده فطلعوا يزعلوا شويه ويعيطوا في اصل جراديا شار مش متوثق العقد، اصل مش عارف ايه، في حين هم غفلوا ونسيوا عبد الله السعيد اللي جه في يوم ولعب في نفس اليوم. دي اول مره دي، ايوه صحيح صح. تركي الشيخ كان بيعمل كل حاجه بمزاجه، اتحاد الكوره بمزاجه، اي اوراق بمزاجه في نفس اليوم، يعني احنا بنتكلم عن جراديا شار ده جه الجمعه لعب الحد، سبحان الله حاجه صعبه جدا. ايه ده؟ والله صح، يعني يومين ازاي لازم يقعد 5 6 ايام بالظبط. انما لا اللعيب يجي يلعب في نفس اليوم ده عادي جدا، ده منطقي. لا احنا بس هو ان شاء الله اعتقد ان الافريقيا وكاس العالم للانديه هيبقى الاهلي مظهر حلو. باذن الله كده كده افريقيا خلاص الاهلي هياخدها والدوري. لا مش يعني نحاول كده. لا مفيش هنعدي الكلام ده. المجموعات في كاس العالم، لا هنلاعب مثلا لا انا مش متفائل. هنصعد ممكن نص النهائي نخسر. الناس بتقول عليه اللي هو الفريق البرازيلي وانتر، احنا انتر ميامي في بلده فمش سهل خالص. فريق البرازيلي اسمه برازيلي، هو مش سهل اصلا. لا انا بالنسبه لي يعني طب لو الاهلي مثلا هيلعب نص النهائي قدام مدريد او تشيلسي تختار مين؟ الاثنين ما نلعبهمش. مش عايز عندي نلعبهم خالص، انا عايز الاهلي فجاه الاقيه في النهائي، نشوف هنعمل ايه في الاخر وده مش هنوصل له، يعني احنا في مانشستر سيتي وفي بلاوي اصلا. مش فاهمين ده مصيبه، احنا مش فاهمين يا جماعه اي حاجه، والله ما حد فاهم حاجه. صباح الفل.